هل النصر السعودي خسران من صفقة رونالدو اللي هي 200 مليون بالسنة؟ لا، يعني تخيل معي نادي كان عنده 850 ألف متابع فقط على الانستغرام، بأقل من أسبوع صار عنده 11 مليون. هي قوة رونالدو بالتسويق. تخيل معي بأقل من أسبوع كسر هذا الرقم، هذا فقط في أسبوع. فتخيل معي حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سنة أو سنتين كم راح توصل. حرفيا النصر السعودي كسر الأرقام القياسية بأكثر نادي عنده متابعين في قارة آسيا، بل أكثر من أندية في أوروبا. تخيل معي أكثر واحد عنده متابعين على السوشيال ميديا. فتخيل معي قديش قوة تسويقية تبعت كريستيانو رونالدو. هذا عداك عن التيشيرتات اللي باعوها نادي النصر بأقل من أسبوع. باعوا أكثر من 500 ألف تيشيرت بأقل من أسبوع. التيشيرت الواحد 122 دولار أو 120 دولار، يعني تقريبا تتكلم أنت على 65 مليون دولار في أقل من أسبوع. وطبعا غير حفل استقبال كريستيانو رونالدو كان أكثر من نهائي كأس العالم اللي شاهدوا 2 مليار، وحفل استقبال كريستيانو رونالدو شاهدوا 3 مليار بني آدم. يعني ما بدي أبالغ وأقول إنه كريستيانو رونالدو والضجة اللي عملها غطت على فوز الأرجنتين بنهائي كأس العالم.